ناس كتير قوي بتسأل السؤال ده بالتحديد. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبني على حاجة هو كاتبها عليا؟ يعني لما يكون ربنا سبحانه وتعالى كاتب عليا مثلا ان انا هعمل الذنب الفلاني او ان انا هعمل الخطأ الفلاني، ليه ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبني عليه على الرغم ان ربنا كاتبه عليا؟ بصراحة ما لقيتش احسن من اجابة كان للدكتور ذاكر نايك. الراجل ده بصراحة بسم الله ما شاء الله عليه، يعني قال مثال بسيط قوي. قال لو انا قدامي كانسان 4 طرق، الف وب وج ودال، والمفروض ان انا هختار طريق فيهم، تمام؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى سايب لك حريه الاختيار، وليكن ان انا اخترت الطريق ج. انا اخترت الطريق ج وكملت فيه. ربنا سبحانه وتعالى هنا عالم بالمستقبل وعارف اللي هيحصل، يعني بمعنى صح ربنا كاتب عنده ان انا هختار الاختيار ج، بس هنا الاختيار ج ده مش اختيار اجباري، لا انا اخترته خلاص. اللي هو بمعنى صح لما انا اكون يعني بعمل حاجه وعارف نهايتها، يعني حاشا لله طبعا مش تشبيه، ولكن بدي مثال بسيط ان ربنا سبحانه وتعالى عارف انت هتعمل ايه، فاللي انت هتعمله بارادتك انت ربنا كاتبه عليك. عمر يعني ان الانسان، يعني كان بعض الناس يقول لك هو الانسان مخير ولا مسير؟ يعني انت مخير في الحاجات اللي انت بتعملها ولا مسير غصب عنك؟ لا طبعا، الانسان مننا في بعض الحاجات او اساسياتها عموما وبالتحديد افعالك انت عموما دي انت مخير فيها، ليك ان انت بتختار، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هنا كتب عليك. يعني بمعنى صح الجمله باختصارها انت اخترت، فالله كتب، وليس لان الله كتب انت اخترت. يعني بمعنى صح اللي انت هتعمله انت هتعمله بارادتك، فبما انك هتوصل ليه بارادتك فربنا سبحانه وتعالى كاتبه عليك.